ايوه، زي ما قريت العنوان بالظبط، ان سناء المغربيه ام اريام رجعت تاني. سناء المغربيه اللي كانت فاتحه قناه اسمها المغربات خط احمر، وحاليا مهرجانيه. المهم، وصلت لي اخبار انها عامله حساب باسم واحد مصري واسمه عبد الحميد طاهر، وعماله بقى تشوه سمعه المصريات باسمه. تفتح صفحات باسمه ضد المصريات وتقول لهم انها هتجيب مصريات يمارسوا الجنس معاكم، والشغل ده باسمه وكأنه قواد يعني. والكلام ده ما حصلش اصلا، باينه للأعمى. أسوأ ما فينا من الذكور آخرهم يتكلموا عن القايمة في الجواز أو يتكلموا في الجواز من خارج مصر، لكن عندهم غيرة ما يعملوش كده. ودول أسوأ فئة يعني. فما بالك بقى بالمصري السوي المحترم. إيه المشكلة؟ المشكلة إن عبد الحميد طاهر ده شخصية حقيقية وشغال في المغرب. يعني هي دلوقتي منتحلة شخصية، يعني لو هو عرف ورفع قضية عليها هتروح في حديد. المهم، قبل ما أوريكم المحادثات كلها عاوزكم تبصوا بص على صفحتها دي. يعني تخيل يا مؤمن، ده فيديو لواحد مصري مع حبيبته أو خطيبته. طبيعي تكون مصرية، لكن مش الطبيعي إنه يكون سوداني عشان لونه أسمر. هي بقى بتقول إنه سوداني يعني كلم المعيوبة تلهيك وتجيب عيبها فيك. انت يا سناء شكلك نسيتي نور المغربية القاصر اللي كانت عايشة مع سوداني، أو اللي لسه مستمرة مع السوداني ده. المهم نكمل. حد دلوقتي هيقول لي انت بتعرض صفحتها ليه، انت كده بتشهرها. لا يا حبيبي، انا مش بشهرها. انا غرضي بس ان ابين تناقضها ونفاقها وحقدها على اي حاجه مصريه، حتى الحيوانات. يعني لو شافت كلب او حمار وعرفت ان الكلب او الحمار ده من مصر هتحقد عليهم. بوريكم النفاق. سناء قبل كده طلبت مني انا شخصيا ان اكون معاها ضد المصريات، بس انا رفضت ونشرت المحادثه دي في فيديو قبل كده. راحت عرضت على واحد مصري تاني اسمه محمود الهواري انه يبقى ضد المصريات ويتحد معاهم، وبعتت له صورها الشخصيه. لكن هو فكس الموضوع. وده السبب اللي خلاها تحارب المصري بعد ما كانت بتحارب المصريه بس، عشان هي ملقتش حد مصري يبقى معاها ضد المصريات. لو لقت حد يعني اخره ان هو يروج للمغربيات مع المصريين وبس، مش هجوم بقى وخوض في اعراض وكده. المهم، سناء النفاق اسلوب حياة عندها. مرة تعمل انها مع المصري ضد المصرية، ومرة تعمل انها مع المغربي ضد المصريين عامة. المهم هعرض لكم المحادثات. دي محادثة لمصري قومي يتعارك مع واحدة مغربية من نفس فكرة سناء. ايوه هي دي. بصوا، بتقول المصريات مفضوحات مع الاوروبيين، وجابت فيديو اباحي لمصري مع مصرية، وبتقول ان في الفيديو ده واحدة بتقول ان في الفيديو ده واحدة مصرية مشهورة وقرشة ملحتهم يعني جايبين اللي فيهم على المصريات. ودي محادثة تانية بتثبت وبتكشف إن سناء فعلا منتحلة شخصية راجل مصري حقيقي، وواخدة اسمه وبتلوث سمعته بالحاجات اللي بتنشرها باسمه. وللمعلومة ده مغربي، وأنا دوريت على اسمه عشان للأمانة أنا معرفوش، والسكرينات دي اتبعتت لي عشان ما تأذيش. أنا دوريت على اسمه. المهم، في آخر الفيديو عاوز أقول نصيحة لسناء. يا سناء، أنت ست كبيرة وعندك بنت تحافظي عليها، بدل ما تكبر وتبقى شبهك كده. يا ريت تضيعي وقتك ده في تربيتها. بنتك يا ريت تربي بنتك تربية حميدة عكس التربية اللي أمك ربتها بيكي.